السقف بتاع العربيه مشكله كبيره قوي بتقابل الناس ملاك السيارات في مصر. السقف بتاع العربيه اما بيكلح، اما بيبقى فيه مشاكل بويه بتطقطق او اي حاجه، وما بيجي يغيره بيبقى خايف جدا، لان السقف بتاع العربيه اما بيتغير او بيترش بالذات او بالاخص بيترش بتخلي الناس على طول بينزل من القيمه السعريه وقت ما بيجي يبيع عربيته، فبيلاقي نفسه بيخسر في عربيته جامد. فحته السقف دي خط احمر عند معظم ملاك السيارات، ولذلك احنا لما بنيجي نفحص العربيه في المراكز بتاعتنا هنا في اكس ميجا بنحاول ان احنا نركز على نشوف السقف بتاع العربيه ده كان متغير مرشوش ولا لا، لان ده اكيد بينزل في قيمه السياره. ولذلك لازم العميل الجديد صاحب العربيه اللي لسه بيشتري العربيه بيبقى عارف العربيه دي رشه او مغيره قشره سقف او سقف بقوايم ولا لا. نقدر ان احنا نبص عليه ونتاكد منه بجهاز الكشف على الطلاق. مش بس جهاز الكشف هو اللي بيبين الحاجات دي، ساعات جهاز الكشف الطلاق مهما كان دقته، واحنا بنستخدم احدث جهاز في العالم لكشف الطلاق، ولكن ساعات برضه بيخدع الجهاز دوت الصنعه والحرفه. فاحنا عندنا برضه